برئاسية ميليتاو مع الكابتن يوسف شيبو، ثم الحديث عن تحليل الشوط وتقييم الشوط بالنسبة للريال أو لقادش. هو اكيد ريال مدريد وجدت عده صعوبات، خصوصا انه يلعب مع فريق قاديش كان منظم بشكل كبير، يدافع تقريبا 19 لاعبين ثم يعتمد اكثر شيء على المرتدات، وهذا كان شيء طبيعي ان يلعب بهذه الطريقه. لكن المشكل في ريال مدريد وهي السرعه في خصوصا في الثلث الاخير، ما شاهدناش فرص كثيره، ما شاهدناش تسديد على المرمى. هنا الهدف الاول دائما من الكرات الثابته، وميليتاو مميز، سجل في الاسبوع الماضي يعني في المباراه السابقه ضد الرايو، ثم يسجل الهدف الثاني على التوالي من كره ثابته. ودائما قوه الريال هي الكره الثابته، عندما لا تكون الحلول خصوصا على مستوى اللعب، على مستوى الاختراق، على مستوى صناعه الفرص، يكون هناك الحلول، وهي تاتي من هنا الهدف اللي يسجلوا الهدف الثاني ضد فريق الرايو فايكانو. كما قلت دائما الحلول تاتي من الكرات الثابته عن طريق اللاعب ميليتاو. فيما يخص صحيح فيما يخص الكرات الثابته، فقط انوه بان المسؤول عن الكرات الثابته في ريال مدريد هو دافيدي أنشيلوتي، هو ابن أنشيلوتي ومساعد أنشيلوتي. استحوذ فيه ريال مدريد تقريبا 70-30 لصالح الريال، لكن لم يجد الحلول الا عن طريق الكرات الثابته، لان قادش كان كمنظومه دفاعيه عقد مهام ريال مدريد. صحيح، لانه يلعب على امكانياته، وهذا شيء طبيعي. قلنا حتى قبل المباراه انه سيلعب تقريبا ب10 لاعبين، ثم يعتمد اكثر شيء على المرتدات. فريق ريال مدريد مشكلته انا كما قلت في السرعه في الثلث الاخير، ما شاهدناش السرعه خصوصا على الاطراف، على رودريغو ولا حتى اللاعب فينيسيوس. تحس انه عنده منرفزه كبيره بعض الشيء، لانه تلقى انذار وممكن يتلقى انذار اخر. حتى في المباراه السابقه كان عنده نرفزه اللاعب فينيسيوس، وفي توتر على مستوى كل اللاعبين تقريبا. توتر، ميليتاو صفراء، صحيح، فينيسيوس صفراء، توتر لانه ألابا صفراء، لانه في الاخر مباراتين لم يقدموا مباريات كبيره، لم يقدموا مستوى جيد وخسروا نقاط. الان هم فرق 5 نقاط على فريق ريال مدريد قبل نهايه المباراه، ثم يفكرون اكثر كما قلت في المباريات المقبله، مباريات كاس العالم. بالتالي كما قلت هي دائما هي مباراه مهمه بالنسبه للريال. الريال كما قلت ليست لديها السرعه في التمرير، ليس هناك الحلول كما قلت حلول فرديه، لا شاهدناش تسديد على المرمى دائما. حتى قاديش منظم بشكل افضل بشكل جيد، لا يرتكب اخطاء. الخطا الوحيد ربما اللي يرتكبه سجل عليه الهدف، لكن ممكن اي رده فعل، ممكن ضربه خطا، ممكن طرد، ممكن اي صحيح كره ثابته تعقد الامور اكثر. وبعيدا عن الاداء مضطر ريال مدريد للفوز بنقاط الثلاث قبل هذا التوقف الدولي. هذا السؤال الذي يطرح الريال هذه المباراه. شوط متوسط من قبل ريال مدريد، لان ريال مدريد عنده افضل من كده. انما اللي خلى العرض ده والنتيجه دي فقط متوقفه عند الهدف 3 اسباب. اولا فريق قادش ال10 تحت الكره، واسهل حاجه انك تلعب جيم دفاعي. الارهاب الجسدي اللي عاملينه لعيبه قادش لعيبه ريال مدريد، لان زي ما كلمتك مفيش واحد في قادش هيلعب كاس العالم او لاعب دولي، انما لعيبه ريال مدريد كلها هتلعب كاس عالم. عشان كده في عصبيه زايده، في خشونه من ونجحوا قادش في استجلاب الريال للعبتهم. انت ريال مدريد لازم تلعب لعبك، لا تنساق للعب فريق قادش زي ما قال عصام في تعليقه. ثم ارضيه الملعب انا شايف برضو انها لا ريال مدريد يستحق ما هو افضل من كده، بالاضافه الى ان فريق قادش لعب جيم دفاعي جيد. واضح ان هم واخدين تعليمات من المدير الفني ان هم ينهوا الهجمه على المرمى. اللعبه دي لعب بشكل جيد جدا من مودريتش الكره الثانيه، وقيمه توني كروس كره جايه له بطيئه وضعيفه، فعشان كده لعبها لمسه واحده بشكل رائع جدا فيها سويرو. وميليتاو قابلها بشكل جيد جدا. ميليتاو لعبها على القدم الثابته بالنسبه للحارس، ما كانش في وضعيه تسلل، وهو طبعا من المدافعين المميزين وعنده منافسه شرسه في منتخب السيلساو سواء مع تياجو سيلفا او ماركينيوس، انما اشوف مستواه قادر على ان هو يلعب كاساسي. انما بصفه عامه فريق قادش بينهي الهجمه على مرمى كورتوا وبيصوبوا من اماكن بعيده جدا. شفنا تصويبه رائعه من سبينو في العارضه، وشفنا تصويبه ثانيه من فالي خيمينيز ايضا فوق العارضه. انما امكانيات ريال مدريد اعلى. اشوف ان نزول اسينسيو هيكون مفيد جدا، لانه عمل مباراه ريال فايكانو بشكل مميز. نفس الشيء بالنسبه لكامافينجا. ستبقى الكره الثابته حل، وستبقى تسديدات حل بالنسبه للريال. صحيح. انما رودريجو مش قادر يتحرك، مش قادر ياخد راحته. ورودريجو كلاعب بديل افضل ان هو يبدا كاساسي، انما هو مضطر لان بنزيما مصاب، فبيضطر ان هو يدفع بيه في مركز راس الحربه. فينيسيوس المفروض يكون عنده افضل من كده، لان امكانياته اعلى بكتير، انما هو مركز مع المنافس ومركز مع الحكم وخد بطاقه صفراء. لابد ان ريال مدريد يلعب مكتمل الصفوف الشوط الثاني، محدش يتهور وياخد بطاقه حمراء.
انما في الشوط الثاني هيلعب افضل، لان فريق قادش مش هيلجا للتكتل الدفاعي اللي عمله في اول 45 دقيقه، وهيجد مساحات فريق ريال مدريد في الشوط الثاني من وجهه نظري. يعني 7 ايام قبل بدايه كاس العالم، هذه لم نشاهد اشياء كانت تقريبا اقل شيء تكون اسبوعين. لهذا فدائما العامل الذهني عند اللاعبين هو بصدق يوسف هيثم من الاصابه. هذا كان الله في عون المدربين لما يكون الوقت حتى اللاعبين ممكن حصتين تدريبيات او 3 حصص تدريبيه لكل مدرب قبل اولى مواجهات كاس العالم في قطر 2002 الاول. طيب هيثم، كان عندك تعليق فيما يخص شبه الأزمة اللي تحدث عنها جمال جبلي حول ريال مدريد؟ صحيح، هي أزمة نتائج وليس أزمة ثقة، لأن اللعيبة في مستوى جيد ولكن وارد إنك تلعب مباراة بشكل غير جيد. إنما الفريق يسير في بطولتين بشكل رائع سواء أوروبيا أو محليا. برشلونة متفوق حتى الآن محليا، إنما في تراجع على مستوى أوروبا. برشلونة حاليا في الأوروبا ليج يعني خسر عوائد مادية رهيبة. ريال مدريد الفريق الأسباني الوحيد اللي في الشامبيونز ليج، معنى كده إن هيدخل له عوائد رهيبة، معنى كده انه ماشي بشكل كويس ومحقق التارجت على الجانبين اوروبيا ومحليا. فرق النقطتين لو فاز النهارده مش مشكله، كان يبقى في فرق 5 نقاط و7 نقاط ويتم التعويض سواء من قبل ريال مدريد على حساب برشلونه او العكس. فانا اشوف ان ريال مدريد لو تجاوز مباراه النهارده هيبقى الموضوع مقبول، ان انت تطلع اول مجموعه، ان انت تاني حتى فتره توقف الدوري الفارق نقطتين، وارد ان انت تفقد نقاط، مش هتفوز بكل المباريات، وانا اعتقد ان هو قادر على التدارك زي ما قال جمال جبلي. بمناسبه التدارك والريمونتادا، اللفظ ده اول مره سمعته في حياتي من جمال جبلي لما ريال مدريد خسر من فولفسبورغ في المانيا 2-0 في الشامبيونز ليج، ورجع في مباراه العوده سجل هاتريك كريستيانو رونالدو. كل الصحف الاسبانيه حتى جمال جبل كان بيتكلم عنها ريمونتادا التدارك، ريمونتادا التدارك. وبعد كده برشلونه عملها امام باريس سان جيرمان لما خسر برباعيه وكسب في كاب نو 6-1. عشان كده هو لفظ دارج في اسبانيا وتحديدا في الليغا، لان من صنعه هو ريال مدريد وبرشلونه بشكل مميز وبمباريات تاريخيه. النهارده ريال مدريد بيدخل مباراه كارلو انشيلوتي بتشكيل مكون من الحارس الدولي البلجيكي كورتوا، وبيلعب رباعي في خط الدفاع لوكاس فاسكيز على حساب كارفاخال، وبيلعب ميليتاو الدولي البرازيلي مع ديفيد ألابا، وكظهير ايسر ميندي اللي اتكلموا كتير عليه ان ديدي ديشان لم يختاروا في تشكيله الديوك الفرنسيه، وثلاثي في خط الوسط توني كروس اللي بيعود بعد ما طرد في لقاء جيرونا وتوقف عن اللعب في مباراه رايو فايكانو. وجوده مهم جدا في خط الوسط لانه بيساعدك على الاستحواذ ودايما افيلبل متاح لاي لاعب معاه الكوره، وكورته سهله وبسيطه وبيقدر يساعد زملائه. نفس الشيء